ايش رايك بفضيحة ياسر القحطاني؟ تراه فشلنا. اول حاجة الفضيحة هي في داخلك، يعني لو انت انسان ما انت مفضوح ما بتفكر في فضيحة شخص. ياسر القحطاني شئنا ولا أبينا رفع راس السعودية في كثير من المحافل الدولية، يعني هو شخص ناجح، حتى لو كان له زلات وحتى لو كان له هفوات ما فينا نمسح كل الأشياء الإيجابية اللي سواها ونتذكر هفوة هي مش فضيحة، إنه راح لبيت عم يتسلى مع أصحابه. أول حاجة هو حر، تاني حاجة تصرفاته تلزمه، ما أعتقد أساء لك شخصيا ولا فضحك شخصيا. لو كنت شخص أنت مسلم، أول حاجة المسلم من سلم الناس من لسانه، وتاني حاجة لو كنت تتبع دين الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول أمر في الستر، فأنا ما أشوفها فضيحة، وأشوف أنه ياسر ونعم الشاب العربي ونعم الشاب السعودي ويشرف أي حد في النجاحات اللي سواها. الفضيحة يمكن هو في شخصك، في غيرتك، لأنك ما قدرت تكون قد ياسر فقررت أنه ياسر انفضح. ياسر كبير وحيفضل كبير.